لازم ندي رسالة للشباب ده انه فعلا في جدية في المحاكمات، وجدية في المحاكمات فيما يخص انه لا يصح ابدا ان الرئيس السابق يتم التعامل معاه بالطريقة الاستفزازية دي، اطلع بطيارة وانزل بطيارة وشيء، الكلام ده ما ينفعش. عايزين تدوا رسالة طمأنينة للناس، الغي موضوع الطيارات ده وانقله في المستشفى، وجهز المستشفى وما تاخدش وقت. والمستشفى دي لما تتجهز ان شاء الله مليون جنيه بدل تكاليف النقل، هتعود على كل المساجين، لاي حد عنده حاله حرجه، حد عيان، يعني مش هتخسر، استثمار موجود. نمره 2، نفذ زي ما الناس كلها طلبت ووزع الناس اللي موجوده على سجون مختلفه. 3، يتم التحفظ في مكان امين مع كل الاعزاز والتقدير، ومعززه، والحرم الرئيس تتحط في بيتها، تتحدد اقامتها، لان هناك كلام كثير بيتردد على ان هناك ثوره مضاده، وان هناك من هم فتوره، وهناك كلام وحاجات بتتم واتفاقات، زي ما سمعنا كده او اتقال في بورسعيد ان في بعض عناصر من العناصر اللي هي موجوده بتنتمي للوطني او على علاقه. على فكره البلطجي اللي تم تداول شهادته على اليوتيوب قدام النيابه رجع في كل اقواله وقال انا ما طبعا متوقع يعني هذا الكلام. فاحنا قلنا اعملوا خطوات، قرارات جاده عشان الشباب يشعر ان المحاكمه اللي بتتم بجد. الناس اللي موجودين في طول دول مش قاعدين بيخططوا، لان لهم بس وعندهم امكانيات. حاجه زي اللي هو